بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جديد وإجابة جديدة. هي ليه الناس بتحب الفلوس؟ ليه الناس عايزين يكونوا أغنياء وكل ما بيوصلوا لمرتبة معينة من الغنى أو يبقى معاهم قدر معين من الأموال يقرروا إن هم يكملوا ويكونوا أغنى وأغنى وأغنى؟ إيه سبب حب الناس الشديد للأموال؟ وعلشان أجاوب على السؤال ده بقى خليني أسلم عليكم وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش ان انت تعمل لايك وتفعل زرار الجرس وتشترك على القناة علشان يوصلك مني كل جديد، وتعمل شير للقناة وتعمل شير للفيديو عشان نقدر ان احنا نوصل لأكبر عدد من الناس. ويلا بينا. خليني اقولك ان الناس بتبحث عن الفلوس بشكل شره لان هم فاكرين ان الفلوس مرتبطة بالنجاح ومرتبطة بالموهبة ومرتبطة بالكفاءة. السؤال هنا بقى، هل كل شخص غني هو شخص مجتهد وعنده مواهب وكفء؟ الحقيقة لأ، لأن في عوامل كتيرة جدا بتلعب في دور غنى الشخص. من ضمن العوامل دي مثلا البلد اللي هو اتولد فيها، أو المحافظة اللي هو اتولد فيها، أو الأسرة اللي هو اتولد فيها، أو الأحداث العالمية اللي بتحصل أو الأحداث الكونية اللي بتحصل برضو دي بتلعب في دور أو بتلعب دور في الاقتصاد العالمي. طبعا الناس بتبحث عن الأموال والغنى لأن هم بيدوروا على الاستقرار وعلى الأمان. فكل ما أنا زاد الغنى بتاعي كل ما أنا زدت استقرار وزدت شعور بالأمان. حسيت بالاستقرار وبالأمان علشان الأموال بتساعدني إن أنا أكون أقل خوف من المجهول. أنا لما ببقى قاعد كده مرتاح ومبسوط ومعايا فلوسي ما ببقاش خايف من المجهول. ايه يعني اللي هيحصل؟ ايه اللي يعني اللي هيجي؟ انا هعرف اعدي كل حاجة لان انا كده كده معايا فلوس. ومش بس كمان خوفي من المجهول بيقل لان كل البشر بيكون عندهم خوف من المجهول، والاموال بتساعد ان الشخص ما يكونش خايف من المجهول، ولكن كمان بتبقى عندك القدرة ان انت يبقى عندك فرص وعندك حرية للاختيار، وكمان بتعرف تخطط للمستقبل. فالفلوس بتساعدك ان انت تعرف تعمل خطط للمستقبل. الناس بتدور على الاموال او بتبحث عن الاموال لانها في الحقيقة بتدور على الفرص، بتبحث عن الفرص. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت شخص دخلك محدود، انت ما بيبقاش عندك اي نوع من الفرص، انت ماشي واحد اتنين تلاتة بس كده شكرا. انما لما بتكون شخص غني او معاك اموال انت بيكون عندك فرص مفتوحة اكتر. بمعنى ايه؟ او يعني ايه هي الفرص دي اصلا؟ الفرص زي مثلا ان انت تتعلم تعليم مختلف، زي مثلا الرعاية الصحية، زي مثلا ان انت تسافر. لما هتسافر هتشوف ناس جديدة، الناس الجديدة ممكن تفتح لك فرص جديدة. الناس بتبحث عن الاموال لان هم بيبحثوا عن الاستقلال المادي، والاستقلال المادي ده بيخليني اعمل اختياراتي في الحياة بناء على أصالتي أنا، قيمي أنا، أخلاقي أنا، الحاجات اللي أنا باحبها، مش إن اللي قدامي يكون ممشيني فلازم أعمل الحاجات اللي هو عايزها. ولذلك مثلا الزوجات اللي بتكون عندها استقلال مادي مش دايما بتكون قوي بتبقى مطيعة بنسبة 100% لزوجها، ولو ضايقها بتيجي على نفسها، بل بالعكس بتكون أقوى، بتكون أنشف، لأن هي بيكون عندها استقلال مادي إن هي تعمل اختيارات بناء على الحاجات اللي هي بتحبها، مش بس الحاجات اللي هو بيحبها. الفلوس بتحسسك ان انت قادر ان انت تحقق احلامك وتحقق اهدافك، انت بتكون عايش الحياة بشروطك الخاصة. ما بتكونش الحياة مش بتكون هي اللي ممشياك قوي، لا، او مش هي اللي مسيطرة عليك قوي، بل بالعكس الفلوس بتحسسك ان انت قادر انك تسيطر على الحياة، وقادر ان انت تسيطر على مستقبلك، وقادر ان انت تحقق حاجات انت نفسك تحققها وتتجلى في حياتك. في ناس بقى بتبحث عن الاموال علشان اللي هم اشخاص خيرين وطيبين بطبعهم، زي انا كده مثلا. والله انا نفسي اكون غني علشان انا عايز اساعد اكبر عدد من الناس، وعايز اساعد جميع مخلوقات ربنا على الارض. عايز يبقى ليا اعمال خيرية في التعليم، نفسي يكون عندي مستشفى، نفسي ان انا يكون عندي مدرسة، نفسي ان انا اعمل شلتر او مكان من اجل الحيوانات، ان انا اشفيهم، ان انا اساعدهم ان هم يعيشوا حياة طيبة، ان انا اروح اماكن نائية واحاول ان انا ادخل لهم مية وكهرباء. فده دايما بيكون الحافز ان انا
الهيوميتيريان، يعني ان انا يكون عندي ان انا شخص بهتم جدا بالاعمال الانسانيه وبالبشر بشكل عام. ففي ناس بتكون عايزه تكون اغنياء علشان خاطر ان هم يساعدوا البشر. دي حاجة بقى، حاجة كلنا احنا عارفينها، ان الناس بتبحث عن الاموال لان الاموال بتوفر للانسان حياة فارهة، حياة جميلة، حياة فيها رفاهيات وملذات. فانت بتكون عارف ان انت في حتى لو بتواجه صعوبات في الحياة او تحديات في الحياة، بتكون قادر ان انت تستمتع برضو بحياتك بسبب وجود الاموال. زي ما بيقولك كده، انا واحد متخان مثلا ولا مفركش، بس انا قاعد في فرنسا وقدام برج ايفل، اكيد مش هبقى زي ما انا قاعد في البيت ومش عارف انزل مثلا، صح؟ ولو اخدت بالك ان احنا بنكون مش عايزين الاموال، احنا بنكون عايزين المشاعر اللي بتحققها لينا الاموال. ولذلك في ناس بتكون عندها طمع وانانية شديدة جدا في ان هم يحصلوا على الكثير من الاموال. ليه؟ لان هم بيكون عندهم نقص في المشاعر دي، فبالنسبة لهم الاموال هي اللي هتوصل لهم المشاعر دي، الامان والاستقرار والاستمتاع والراحة والرفاهية وتحقيق الاهداف وتحقيق الفرص وهكذا. هل بقى فعلا الاموال بتؤدي الى ان الشخص يكون سعيد ومبسوط بجد ومن قلبه؟ الاجابة لا. لان ببساطة من اكتر الدول الاغنية في العالم، او اكبر الدول اللي فيها اقتصاد قوي في العالم، هي فيها اعلى معدلات للاكتئاب واعلى معدلات للقلق واعلى معدلات للانتحار، زي مثلا السويد. وخليني برضه اقولك ان سبب من اسباب فقر الناس، او ان الناس ما عندهاش طاقة الاموال كتير في حياتهم، ان هم بيكرهوا الاموال. كره الاموال، كره طاقة المال. انا لما هكره حاجة هبعدها عني، فطبيعي انا بكره الفلوس، يبقى الفلوس مش هتجيلي على طول كده. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الشخص مثلا بيكره الفلوس ايا كانت هي اسبابه ايه، فما بتتجلاش في حياته، فما بتزيدش في حياته. يقول لك مثلا الشخص ده اصل الفلوس دي دايما بتكون مع الاشرار، اصل الفلوس دي هي سبب الشر اللي بيحصل في الكون. لو مفيش فلوس في الكون مش هيكون في شر. احنا بالفلوس دي بنشتري دبابات وبنشتري حاجات مؤذية تأذي الكون وتأذي المخلوقات وتأذي طبيعة الكون وتأذي كل حاجة في الكون. فاللي بيحصل ان الشخص بيربط في دماغه الفلوس بالشر، فبيبتدي ينفر من الفلوس لانه بينفر اصلا من الشر. لكن هل فعلا الفلوس دي شريرة؟ لا. الفلوس هي طاقة زيها زي اي حاجة في الدنيا، وهي سلاح ذو حدين. يا انا بستخدم الفلوس دي وساعد بيها الناس، يا انا بستخدم الفلوس دي وبأذي بيها الكون وبأذي بيها الاخرين. زيها زي القلم، انا ممكن اكتب بالقلم كلام يفيد الاخرين، ممكن امسك القلم واكتب كلام يوجع جدا الاخرين. فالفلوس هي طاقة زيها زي كل حاجة في الدنيا، ولكن الشخص هو اللي ماسك الفلوس دي، هو بقى اللي يا إلا لو هو شخص طيب بيستخدم الفلوس دي في أمور طيبة، ولو هو شخص شرير بيستخدم الفلوس دي في أمور شريرة. وممكن بقى في حلقة تانية نبقى نتكلم عن الماني بلوكجز، أو ممكن نتكلم عن انغلاق المسارات الطاقية اللي هي بتخلي الفلوس ما تتجلاش في حياتي. أنا كده جاوبت على السؤال، وعلشان جاوبت على السؤال ما تنساش ان انت تعمل لي لايك وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وتشترك على القناة وتعمل شير للقناة وتعمل شير للفيديو علشان اقدر اوصل لاكبر عدد من الناس. كان معاكم سلام سعد، وتابعوني.